اسمحوا لي أن أشعر أن أنا أصغر من أن أتكلم عن الشخصية العظيمة، شخصية قداسة قداسة البابا البابا زي ما احنا شنودة. عارفين أحد الرموز المصرية في القرنين العشرين والواحد وعشرين. عاصر التطورات السياسية والاجتماعية بداية من العقد الثالث من القرن الماضي. قاد الكنيسة القبطية على مدى أكثر من 40 عام، بالتحديد 41 عام. شارك في مدارس الأحد، اللي هي الحركة التي قادت حركة الإصلاح ورسمت ملامح النهضة في الكنيسة القبطية في النصف الثاني من القرن العشرين وإلى يومنا هذا. هنتكلم عن البدايات. ولد الطفل نظير جيد في اليوم الثاني من شهر أغسطس سنة 1923 في قرية سلام بمديرية أسيوط، التابعة لمدينة منفلوط حاليا. توفيت والدته بعد ولادته بساعات قليلة، وقد لعبت هذه الحادثة دورا كبيرا وأثرت تأثيرا شديدا في حياته الخاصة، خاصة الحياة الأدبية والشعرية له. كتب تجربته الشعرية الأولى في سن مبكر جدا في بدايات مرحلة المراهقة، حيث ناجى نفسه مشفقا لتيتمه في سن صغيرة منذ ولادته، فقال هذه الأبيات: أحقا لي كانت أما فماتت، أم إني خلقت بغير أم، رماني الله في الدنيا غريبا أحلق في فضاء مدلهم، وأسأل يا زماني أين حظي بأخت أو بخال أو بعم، وأسأل عن صديق لا أجده كأني لست في أهلي وقومي. هنتكلم بسرعة عن نظير شاعرا. أنا عارف طبعا الأستاذ حسن هيتكلم بالتفصيل عن هذه الخصلة، لكن هناخد حاجات بسيطة كده من الشعر بتاعه. فنستعرض بعض النماذج الشعرية من قصيدة وطنية. يقول نظير جيد: جعلتك يا مصر في مهجتي، وأهواك يا مصر عمق الهوى، إذ غبت عنك ولو فترة أذوب حنينا أقاسي النوى، إذا عدت إلى الحب يوما بحبك يا مصري قلبي ارتوى. من قصيدة أخرى، قصيدة فلسفية، يناجي تراب الأرض. يعني بيقول: يا تراب الأرض يا جدي وجد الناس طرا، أنت أصلي أنت يا أقدم من آدم عمرا، ومصيري أنت في القبر إذا وسدت قبرا، ما أنا طين ولكن أنا في الطين سكنت، لست طينا أنا روح من فم الله خرجت، سأمضي راجعا لله أحيا حيث كنت. طبعا موضوع الشعر وقداسة البابا، سيادة الوزير والدكتور رئيس المجلس والآباء الأفاضل الأساقفة الأنبا بسنتي والأنبا مارتيروس اتكلموا كتير قوي، والأستاذ حسن طبعا هيتحفنا بهذا المزيد من موضوع الشعر. لكن هنتكلم برضو لمحات من نظيره قصا. الحقيقة من اللمحات المعروفة أن الأستاذ نظير جيد برع في فن القصة كما برع في فن الشعر، وبالذات ما يعرف بالمقال القصصي، بأسلوب شيق عالج مشاكل كتيرة جدا. من قصة هي الحقيقة أول قصة كتبها في بدايات تواجده كمحرر في مجلة مدارس الأحد من العدد الأول. القصة باسم حدث في تلك الليلة. كتب: حدث في تلك الليلة إنني كنت وحيدا في غرفتي الخاصة، متمددا على مقعدي وناظرا إلى لا شيء، وإذ بابتسامة خافتة تمر على شفتي. وهنا حدث حادث غريب: هل ثقلت رأسي فنمت، أم اشتطت أفكاري فتحولت إلى أحلام، أم أظهر الله لي إحدى الرؤى؟ لست أدري، ولكنني أدري شيئا واحدا، وهو إنني نظرت فإذ أمامي جماعة من الملائكة النورانيين، وإذ بهم يحملونني على أجنحتهم ويصعدون بي إلى فوق، وأنا أنظر إلى الدنيا من تحتي، فإذ هي تصغر شيئا فشيئا حتى تتحول إلى نقطة صغيرة مضيئة في فضاء الكون، وأنصت إلى أصوات العالم وضوضائه، فإذ هي تأخذ في الخفوت حتى تتحول إلى سكون، وتأمل نفسي فإذ بجسمي يخف
ويخف حتى أحس كأنني روح من غير جسد. نلاحظ طبعا التعبير الرقيقة جدا في المقالة القصصية أو القصة اللي كتبها بعنوان حدث في تلك الليلة. الحقيقة القصة دي أخذت 7 صفحات من المجلة، أجاد فيها الأستاذ نظير جيد استخدام أدواته المعبرة عن أفكاره التي تخرج قافزة متسلسلة في استرسال يأخذ القارئ فلا يملك إلا أن يتابع القراءة حتى نهاية المقال القصصي الذي يكتمل بالفقرة التالية: ومرت علي مدة وأنا في غيبوبة طويلة، دي في نهاية القصة، ثم استفقت أخيرا وفتحت عيني، ولكن دهشت وازدادت دهشتي جدا، وظللت أنظر حولي وأنا لا أصدق، ثم دققت النظر إلى نفسي فإذ بي ما أزال وحيدا في غرفتي الخاصة متمددا على مقعدي. يا لرحمة الله، أحقا أعطيت لي فرصة أخرى لأكون خادما صالحا؟ وقمت فأمسكت بعض أوراق بيضاء وأخذت أكتب حدث في تلك الليلة. مش عايز استرسل كتير قوي، لكن هقول قصة تاني اسمها كان مستغرقا في نومه. حقيقة بيحكي عن الإنسان اللي بيعيش ظلا لإنسان آخر في أسلوب قصصي بديع. يقول في إحدى عباراتها: إن أقصى ما يمكن أن تصل إليه في حياتك هو أن تصبح صورة باهتة من هذا الإنسان. شخصيتك التي خلقك الله بها قد ضاعت، وشخصيته هو لن تستطيع أن تصل إليها تماما، لأن الظروف الروحية والعقلية والاجتماعية التي كونتها هي غير ظروفك، وهكذا أراك تتأرجح في وضع غير مستقر بين حالتين. الجزء الثاني هنتكلم عن نظير ناسكا. بدأت مقالات الأستاذ نظير جيد اللي هو قداسة البابا شنودة المعنونة بانطلاق الروح، وهي أشهر مؤلفاته في عدد مايو 1951، بعد أن تعددت زياراته لدير السوريان في وادي النطرون ولقاؤه مع أبيه الروحي آنذاك القمص متى المسكين في بدايات عام 51، ونشرت في حوالي 15 حلقة على مدى 3 سنوات من عمر المجلة وحتى انطلاقه للرهبنة في دير السوريان. يغلب على هذه المقالات القصصية الرائعة الطابع النسكي التصوفي الذي يخرج بالنفس من قيود العالم إلى رحب الروح، حيث تنطلق الروح في سماء التأمل وتطلق لنفسها العنان في الحياة بعيدا عن قيود. استمرت حتى ديسمبر من عام 1953، ونشرت كلها في كتاب بنفس الاسم بعد دخوله الدير في يوليو 1954، وطبعت منه أكثر من 10 طبعات حتى الآن. هنقول بس حتة صغيرة من بدايات أو أول فقرة من بدايات هذه المجموعة من المقالات. كان يقول الأستاذ نظير جيد قداسة البابا: كانت الساعة 7 مساء والسكون يخيم على أرجاء المكان حين بدأت وأبي الراهب نضرب بأقدامنا في رمل الصحراء، نتمشى جنبا ونقف جنبا آخر متأملين في موضوعات أسمى من أن يكتبها قلم بشري، وقد طال بنا التجوال ونحن لا ندري أو نحن لا نود أن ندري، حتى استقر بنا المكان أخيرا على عتبة الدير، فجلسنا نناقش موضوع انطلاق الروح. في أمثلة كتير أنا ذاكرها، بس أنا عارف وقتكم فهنعدي الوقت شوية بحيث إن احنا نقدر نغطي بعض النماذج الأخرى من إبداعات الأستاذ نظير جيد قداسة البابا. الجزء الأخير اللي هنتكلم عنه بالتفصيل قبل ما نخلص هو نظير جيد صحفيا. نظير صحفيا. كان الأستاذ نظير جيد صحفيا من الطراز الأول، فبدأ محررا بمجلة مدارس الأحد من عددها الأول الذي صدر في إبريل من عام 1947، وبعد أن أصبح مديرا البيت وتحمل إدارة تحرير المجلة بداية من عام 1949،
ثم انضم الأستاذ نظير جيد إلى نقابة الصحفيين في نهاية عام 1952، وبداية من العام التالي 1953 أصبح رئيسا لتحرير المجلة، وحتى انطلاقه إلى الدير في يوليو 1954. وأذكر بأن قداسة البابا فيما بعد وهو نيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم أصدر مجلة الكرازة في عام 1962، واستمر يصدرها وهو على عرش ماري مرقس قداسة البابا وحتى نياحته. الحقيقة قام نظير جيد بعدد كبير من التحقيقات الصحفية. في عدد سبتمبر 1950 كتب تحقيقا صحفيا مصورا بعنوان هكذا يرسم الكهنة وهكذا يخدمون، بيرصد فيه التجربة الفريدة في رسامة الشباب الجامعي، أول تجارب لرسامة الشباب الجامعي بدأت قبل سنتين من ذلك التاريخ، وحققت نهضة كبيرة في الكنيسة القبطية برسامة القمص بولس في دمنهور، ثم القمص أنطونيوس أمين وقمص صليب سوريال في الجيزة، ثم قمص أنطونيوس أمين في الفيوم في هذا العام. وكان هذا التحقيق الصحفي المزود بعدد كبير من الصور المعبرة والتي تبرز محتوى التحقيق. برضو في عدد سبتمبر 51 بيكتب الأستاذ نظير جيد تحقيقا صحفيا مصورا عن رحيل أستاذ الجيل الأستاذ حبيب جرجس بعنوان في طريق الأرض كلها. وفي العدد الذي يليه كتب تحقيق بعنوان قال عنه هؤلاء، برضو عن الأستاذ حبيب جرجس أستاذه وأستاذ الجيل الذي كان خصص له هذا العدد من المجلة. الحقيقة في عدد فبراير كان التحقيق الأشهر وأشهر المقالات لقداسة البابا الأستاذ نظير جيد في هذا الوقت، تمنيت لو بقيت هناك، بيحكي فيها عن زيارته لدير السوريان، وكان ذلك في يناير 1951، وهو تحقيق مشوق يبدأ من شرح للطريق إلى الدير الذي لم يكن أحد يعرفه في ذلك الوقت، وقابله حينئذ صدفة أحد رهبان دير الأنبا بشوي فاصطحبه، ويروي بالتفاصيل الموضحة رحلة السفر وشكل الطريق حتى الوصول إلى الدير سيرا على الأقدام من الريست هاوس في حوالي 2.3 ساعة. ثم يقوم بعرض مشوق عن الدير ويصف سلوك الرهبان في الكنيسة والعبادة وتواضعهم ومحبتهم لأسقفهم في ذلك الوقت الأنبا ساوفيلوس، ثم يتابع زيارة معالم الدير، القصر القديم والحصن والترميمات ومدرسة الرهبان. وقد حفل هذا التحقيق الصحفي بعدد مناسب من الصور جعل منه تحقيقا مميزا. وقد كان هذا التحقيق الصحفي دافعا للنهضة الرهبانية في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي دفعته هو نفسه إلى دخول الدير كما قلنا في يوليو 1954. نقطتين في دقيقة واحدة هخلصهم. نظير مشيرا، قام الأستاذ نظير جيد قداسة البابا بتحرير باب ثابت بعنوان مشاكلك الروحية، تعرض فيه لموضوعات هامة وحيوية في مختلف مجالات المشورة الروحية والنفسية والشبابية ونواحي الخدمة المختلفة. كما قام مع أستاذه وزميل خدمته الأستاذ وهيب عطلة اللي هو نيافة الأنبا غرغوريوس أسقف البحث العلمي بعد ذلك بتحرير باب بين المجلة والقراء الذي أجاب على مئات من الأسئلة على عبر تاريخه. آخر حتة هنتكلم عليها وإن كانت تستحق كثير من الكلام لكن طبعا أنا عارف وقتكم، هو نظير مصلحا. كان الأستاذ نظير جيد هو رائدا من رواد الإصلاح في الكنيسة القبطية، مع مجلة مدارس الأحد التي قادت حركة الإصلاح، مما أسفر عن نهضة كبيرة في الكنيسة القبطية. شارك الأستاذ نظير جيد بجهد واضح من خلال قلمه ومقالاته الحرة في نشر كلمة الحق والدفاع عنها، وكتب هو نفسه وزملائه عدد كبير عشرات من المقالات الإصلاحية، لعل أشهرها أيها الشعب أما آن لك أن تستيقظ، واستحث فيها الشعب على اليقظة والسير في طريق الإصلاح. الحقيقة أنا بشكركم وأرجو أن أنا ما كنتش طولت عليكم. أشكر سيادة باسم الإخوة الحاضرين جميعا بنشكرك.